ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا حابه اتكلم في ظاهره بقت منتشره شويتين ثلاثه في عالم الفنون القتاليه، وهي الناس اللي بتنزل وتقول انا عامل كورس للفنون القتاليه هتقدر منه بعد شهر، بعد شهرين، بعد 6 شهور وهكذا. يعني مفيش حد بيعرف يقف قصادك، هتخرج بتطير في الجو. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، هو موضوع الاونلاين، التدريب الاونلاين، بس ما اتكلمتش في الموضوع ده لوحده. مفيش حاجه اسمها فنون قتاليه اونلاين اساسا. ما ينفعش ان انا اعلم حد فنون قتاليه اونلاين. لازم تبقى واقف على التابيه، لازم يبقى في جنبك مدرب بيقول لك لا انت وقفتك دي صح، لا الزاويه بتاعتك دي صح. وبرده ما ينفعش يقول لك ان انت بعد 3 شهور هتخرج بتطير. ما كانش زمان انا بتمرن لحد دلوقتي، ما كانش زمان حد مكمل طول حياته في التمرين. عشان توصل انك تبقى بطل او انك تبقى مقاتل لازم يبقى في تكرار واستمرار. زيها زي السواقه، زيها زي اللغات. انت دلوقتي لو اتعلمت لغه انا اديتها لك وخلاص مشيت، لو ما اشتغلتش عليها ايه اللي هيحصل؟ هتنساها. هي الفنون القتاليه زيها زي السواقه. انا جيت علمتك السواقه وانت قعدت عمر ما بتسوقش وجيت بعد كده. فما فيش حاجه اسمها كورس للفنون القتاليه. احنا بنقعد نتمرن على الحركه الواحده او على التكنيك الواحد عمر. بنقعد نتمرن على التكنيك الواحد بس عشان يبقى ضربه صحيحه مؤثره. بناخد عمر طويل عشان نوصل للضربه واحده تبقى صح. فتيجي انت تقول لي بعد 3 شهور انا هبقى تنين؟ لا، ما كانش حد غلب. علشان انا في ناس كتير قوي بتكلمني يا كابتن بعد اذنك احنا محتاجين نتعلم دفاع عن النفس، بس هو انا بعد قد ايه هبقى تمام؟ يعني انا هاخد وقت قد ايه؟ لا، ما هو مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها انا هجيلك هنزل معاكي شهرين بس عايزه في خلال الشهرين دول ابقى بطير في الجو. لا، اصل انا مش ساحره. اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. هي حوار الاونلاين. يا كابتن لو سمحتي انا محتاجه اتمرن اونلاين. ما انا همرنك اونلاين ازاي؟ انا ازاي هقول لك هتقف تقلد نفس التكنيك اللي انا بعمله؟ تمام ماشي، بس انا مش شايفه الزاويه بتاعتك صح ولا غلط. الكاميرا مش هتجيب لي الزاويه بتاعتك. فين القوه؟ فين اصلا احتكاكك بالناس؟ فما ينفعش تقول لي تمرين اونلاين. بالنسبه لي زيها بالظبط زي التمرين البرايفت. التمرين البرايفت ما بيبقاش مجدي قوي، يعني انت لازم يكون معاك حد علشان يبقى فيه احتكاك. في فرق بين ان انا اتمرن برايفت علشان ازود تمرين علشان احسن من مستواي، وفرق ان انا بتمرن بس برايفت لوحدي عشان عايزه اكون لوحدي. فما فيش حاجه اسمها تمرين تكون لوحدك. ما فيش مدرب هيقف يشتغل معاك سبارنج، او مش كل المدربين هيعملوا ده. غير كده انت محتاج تبقى على ارض الواقع، محتاج يبقى معاك حد يحتك بيك، محتاج تخش فايت كتير قوي، محتاج تشتغل كتير قوي على التكنيكس دي. فلو سمحتوا بلاش تشتروا الهوا، بلاش تخلوا الناس اللي بتبيع لكم الهوا تكسب. الناس دي بتكسب فلوس كتير قوي من وراكم. الناس دي بتطلع على الانترنت او بتطلع في اي مكان تبيع لك الهوا وانت بتروح تشتري. فلو سمحتوا ما تخلوش حد يضحك عليكم. لازم نفكر شويه، لازم يبقى فيه شويه عقل. لو سمحتوا ما تدوروش على الحاجه السريعه. كل حاجه بتعملها بسرعه قوي بتبوظ بسرعه قوي. لازم تدي لكل حاجه وقتها، لازم تدي لكل تكنيك وقته عشان تعرف تعدي منه، عشان تعرف تبقى احسن. فيا رب تكون الرساله وصلت، علشان بجد احنا يعني بيقابلني الناس دي كتير قوي وبجد بيصعبوا عليا. انا بيصعب عليا فلوسهم اللي هم بيروحوا يرموها في الارض دي. وعايز تشوف نفسك دايما احسن؟ العب رياضه بانتظام. سلام.